السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكونوا اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. النهارده هنعمل مع بعض كده طاجن سبيت حلو كده. السبيت احنا سيبناه لحاله، وهنعمل النهارده بالروز بتاعته وبقطع برضو من السبيت. هنعمل طاجن هيعجبه جدا. انا حطيت معلقة سمنة بلدي، شوحت فيها البصل كده زي ما احنا شايفين، مقطعاه جوانح اهو. هبدأ بقى دلوقتي بعد ما البصل بتاعي اتشوح كده، هنزل عليه بحوالي 4 فصوص من الثوم كده دقاهم اهو. زي ما احنا شايفين كده يتشوحوا كده مع البصلايه تشويحه بسيطه. معايا بقى اهوت زي ما احنا شايفين فلفل احمر على اخضر مع القطعه برضو جوانح. هننزل كده على البصله بتاعتنا اللي معانا دي تقولوا سلم عليهم يا دودو. لهم ازيكم ازيكم زي ما احنا شايفين كده. مجرد بس الفلفل معانا يتشوح وهننزل عليه ببقيه المكونات. خلاص الفلفل بتاعنا خد اتشوح مع البصله مع الثوم، مقطعه برضو هنا طماطم جوانح هننزل عليها، ولسه برضو هننزل بصلصه طماطم، بس عايزه الاول الطماطم الجوانح اللي احنا مقطعينها ديت تتشوح مع البصلايه والطماطم، بعدين ننزل عليها بالطماطم تتسبك. خلاص الطماطم يعني مجرد ان هي خدت تشويحه كده مع البصله، هننزل بقى عليها بكوبايه كده من الطماطم برضو ضربها في الخلاط، وهسيبها بقى على نار هاديه كده تتسبك براحتها. انا مش عايزه الطماطم اللي انا مقطعاها شرايح ديت تتهرى، لا انا عايزاها تبقى متسبكه كده. خلاص يا جماعه الطماطم بتاعتنا اهي اتسبكت وبقت جميله جدا. ده بقى الرجول بتاعت السبيت والجراس، بحب اعمل بيها الطاجن ده قوي اهوت. هننزل بيها كده دلوقتي على التسبيكه بتاعتنا اهو. هنخليها تاخد كده تتسبك شويه مع الصلصه اللي احنا عملناها والتخديعه اللي احنا عملناها دي. هنبدأ بقى دلوقتي ننزل عليها بالبهارات. البهارات اللي انت بتحبيها حطيها. انا عندي توابل سمك، هنزل كده بحوالي معلقه كده صغيره من توابل السمك. تمام. معلقه صغيره كده من بهارات السمك. هنحط نص معلقه من الفلفل الاسود، برضو نص معلقه من الكمون. تمام. وحاجه بسيطه كده على سن المعلقه كده قرفه. ندي بقى للسبيت بتاعنا كده مع التسبيكه الجميله ديت تقليبه كده مع البهارات. الطاجن ده يا جماعه بيبقى حكايه بجد، بيبقى طعمه جميل جدا. جربوه بالطريقه ديت هيعجبكم جدا. دلوقتي بقى ممكن انت تزوديه ميه وممكن ان انت تزوديه شوربه. فانا الصراحه كان عندي شوربه جمبري، فهزوده شوربه جمبري تخليه اطعم واحلى كمان من الميه. هزوده كده حوالي كرنبين من الشوربه
انا ليه ما حطيتش ملح؟ علشان ان الشوربه بتاعتي متملحه، فلحد ما ادوق كده الخلطه كلها مع بعضها، ولو احتاجت شعره ملح كده صغيره اقوم حطها لها. خلاص، مجرد بس هتاخد غلوه على النار، وهفضيها في الطاجن بتاعي وادخلها الفرن. تقعد في الفرن حوالي ربع ساعه بس، مش اكتر. ما تطولوش في الفرن ولا على النار علشان الصبيط بتاعكم ما يجلدش. تمام. بس تاخد بقى غلوه، واقوم مفضياها في الطاجن بس، وادخلها الفرن. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين الطاجن؟ تحفه، شكله جميل وطعمه احلى واحلى. انا عملت بقى جنبه رز حبايه وحبايه اهوت زي ما احنا شايفين. هنبدا نطلع كده مع بعض، اوريكم بس الطاجن من جوه عامل ازاي. شايفين؟ طلعي بقى الكميه كده اللي انت حباها، وجنبه الصوص بتاعه كده علشان يتاكل جنب الرز. وجنبك الرز اهوت، وبتاكلي بقى. ندوق كده مع بعض حاجه كده. الله. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله. يا احلى واجمل الاخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.